فوز غير مستحق لمنتخب الأرجنتين على منتخب مصر. وكنا بنلاعب الفيفا والحكم ومنتخب الأرجنتين وميسي. فبالنسبة لي كل الفخر لمنتخب مصر على منتوف كأس العالم. بس قبل ما نبدأ بقى صديق الحلقة، ما تنسانيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتوعد الله وتصلي على النبي. وما تنساش حاجة تانية الفوتار من السنة والسعودية الكامل أكبر عدد من اللايكات. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. هنتكلم النهاردة يا صديقي عن منتخب مصر وإزاي منتخب مصر خرج من البطولة. واحدة واحدة معايا بقى كده يا صديقي وركز، لأن هتبقى حلقة قوية جدا وإن شاء الله تعجبكم. وعايز بقى شوية تفاعل بقى، لأن التفاعل الفترة اللي فاتت واقف جدا. طيب، دلوقتي يا صديقي منتخب مصر بيخسر من منتخب الأرجنتين ب 3-2، ومنتخب مصر بيأدي أداء كويس جدا، وكنا قريبين جدا من الفوز لدرجة إن إحنا كنا لغاية في الدقيقة 80 وكان الماتش 2-0 لمنتخب مصر. منتخب مصر عمل اللي عليه، منتخب مصر عمل وكان بيحاول واجتهاد وكل حاجة، بس في 2 تبديل أو تبديلين هما اللي فرقوا معانا. طب إيه هما؟ تبديل هيثم حسن وتبديل امام عاشور. طبعا هتقول لي ما هم كانوا مصابين، انا عارف، انا ما بقولكش اللي كابتن حسام حسن هو اللي غلط في التبديلين دول، هم اللي طلبوا التبديل. بس الاثنين دول كانوا عاملين شكل كبير قوي لمنتخب مصر في ماتش الارجنتين. طبعا هيثم حسن ولا كلمه عليه، هيثم حسن من اللعيبه القويه جدا، اللعيبه اللي هتفيد منتخب مصر في السنين الجايه. شفتوا اداء هيثم حسن مع منتخب مصر عامل ازاي؟ الواد يا جدعان ما بيهموش، واحد على واحد بيتعدي، اتنين على واحد بيعدي، تلاتة على واحد ما بيقطعوش، ما بيعرفوش يقطعوا منه الكوره. فبجد لاعب بكواليتي عالي قوي، لاعب هو فاكهه او هو مستقبل منتخب مصر في السنين الجايه. بجد الله اكبر عليك يا ابني، والله لاعب كويس جدا. يعني انتوا شفتوا الجون الثاني اللي اتلغى والجون الثاني اللي اتحسب هو الاساس فيهم. فبالنسبه لي هيثم حسن من الحاجات اللي احنا كسبناها في المونديال دوت، وكذلك مصطفى شوبير. مصطفى شوبير من الحاجات اللي احنا كسبناها برضو في المنتخب دوت. الجونين كانوا سهلين اللي هم يتشالوا، بس انا مش بعدل عليك يا ابني، والله انت عملت المستحيل في المباريات كلها. انت تصديت لاتنين ضربتين جزاء وتصديات لكور غريبه الشكل، معرفش يا ابني انت كنت بتشيلها ازاي. بجد مصطفى شوبير من احسن الحراس في البطوله ده، لو ما كانش احسنهم. بجد الله اكبر عليك يا ابني، والله انت عالمي. بجد انا اهلاوي اهو بقولك ما ترجعش على الاهلي. بجد انت لو احترفت بره هتعمل اداء خرافي وهتبقى من احسن حراس العالم باذن الله. طلعنا بمكاسب كبيره جدا زي حسام عبد المجيد اللي هيبقى مستقبل مصر في السنين الجايه، زي لعيبه كتير جدا 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 جدا، لعيبه مكاسب كبيره قوي لمنتخب مصر. واهم مكسب لمنتخب مصر هو كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن اللي خلاص انا ما عدتش شايف منتخب مصر من غيره. لازم منتخب مصر يبقى الكابتن بتاعها والكوتش بتاعها هو كابتن حسام حسن. خلاص ما عادتش تنفع من غيره. كابتن حسام حسن عمل سكواد عالمي في البطوله ديت، اكتشافات يعني بتقلب الماتش. يعني مصطفى زيكو جايبه من بيراميدز، من بيراميدز فرقه كبيره، بس قبليها ده هو كان لسه جاي من زد، يعني اصلا ما كانش لسه تأقلم مع بيراميدز، وعمل اداء في المونديال عالمي. فبالنسبه لي ده من احدى اختراعات كابتن حسام حسن. محمود صابر من خطوط الوسط الجيده جدا في الدوري المصري، اللي هو يحط عينه عليها، دي حاجه تتحسب له. فبالنسبه لي لا، انا اسيب كابتن حسام حسن لانه بجد عينه كويسه جدا على اللعيبه، واتمنى ان هو يكمل. وكمان مدرب عنده شخصيه قويه جدا. اللي انت شايف مرموش ما بيعملش حاجه، تقعد مرموش دكه في الماتش الاخير، دي حاجه كويسه جدا. حد يقول لي ما ده غلط، اقول لك لا مش غلط يا صديقي. مرموش ما بيعملش حاجه طول البطوله، انا ما شفتش مرموش طول البطوله. فانا ليه اجبر كابتن حسام حسن اللي هو يلعب واحد زي ده؟ واحد هو ما عملش حاجه حرفيا، اناني ما بيبصيش، كل اللي بتروح له بتتقطع. فليه اجبر كابتن حسام حسن اللي هو يلعب عمر مرموش وهو مش فعال مع المنتخب؟ فبجد مدرب عنده شخصيه كبيره، مدرب ما بيهبش الموقف. فبالنسبه لي لازم يكمل مع منتخب مصر. عمل اداء كويس جدا في المونديال ده. بالنسبه لي انا مش شايف اي لاعب اثر غير مرموش. مرموش اثر جدا مع المنتخب، ما كناش احنا كنا حاطين امال كبيره على مرموش، وللاسف مرموش يعني ما شفناش ده منه في الملعب. فبالنسبه لي احب كابتن حسام حسن يكمل مع المنتخب، لان ده مكسب كبير قوي للمنتخب. وفعلا زي ما احنا كنا بنقول، من اهم الصفات عشان تبقى منتخب قوي،
مدرب مصري، واحنا لما حطينا فعلا مدرب مصري يا جدعان، هات لي واحد كان متفائل بكابتن حسام حسن قبل المنتخب، قبل كاس العالم. هات لي واحد كان متفائل بكابتن حسام حسن مع المنتخب في كاس العالم، مش هتلاقي. طب تعالى تتكلم على كابتن حسام حسن بعد المنتخب، هتلاقي ناس كتيره جدا بنسبه مثلا تتخطى ال 75% من الناس اللي كانت بتقول لك احنا مش شايفين كابتن حسام حسن ينفع للمنتخب، تعالى اسالهم دلوقتي بعد كاس العالم هتقول لك فعلا هو احسن اختيار لمنتخب كان كابتن حسام حسن. وده من وجهه نظري انا الشخصيه، من احسن او من افضل المدربين اللي تنفع لقياده منتخب مصر هو كابتن حسام حسن، فاتمنى يكمل مع المنتخب. كابتن حسام حسن من المدربين الكبار، من المدربين اللي لهم شخصيه قويه اللي هتنفع مع منتخب مصر. وكمان لقطه احب اقولها، طبعا طبعا اللي خسرنا هو الحكم. الجون الثالث هي نفس بالظبط الجون الثاني اللي اتلغى لمنتخب مصر، بتاعه مصطفى زيكو، بتاعه هيثم حسن اللي قالوا داس على رجل لاعب الارجنتين. طيب دلوقتي الهجمه بتاعه الارجنتين كان جايه من هجمه مرتده، قبل الهجمه المرتده دي كان في ضربه جزاء لمحمد صلاح صحيحه 100%، ومحدش يقول لي انه صحيحه، ضربه جزاء صحيحه 100%، ما اتحسبتش. طيب يا اخي اكدب عليا بصياعه، يعني ما تبقاش حرامي بجح، ما تبقاش حرامي غبي، اكدب عليا بصياعه. ازاي ما يبقاش هي نفس الكوره بالكربون، وعشان هي ضربه جزاء ما تحسبهاش؟ لا اديني حقي، يعني اديني حقي، انت كده ما تتنيش حقي. انت طول الماتش عمال تحسب فاولات لمنتخب الارجنتين وهي ما فيهاش حاجه، بس الكوره دي كانت لازم تتحسب ضربه جزاء. ليه لازم تتحسب ضربه جزاء؟ عشان ما تبقاش حرامي غبي. يعني انت طول الماتش عمال تستغبى، الحكم عمال يستغبى، جيت في الكوره اللي هي فيها ضربه جزاء صحيحه 100% واللاعب داس على رجل صلاح، واللي هي راحه بجون لمنتخب الارجنتين وما تحسبهاش. طب اراهنك بنسبه 100% الكوره دي لو كانت بره المنطقه كانت اتحسبت فاول. طب ليه ما حسبوهاش فاول؟ عشان الماتش موجه لمنتخب الارجنتين. تخيل بقى انت في الدقيقه 91 لو كانوا هم جابوا جون والجون اتلغى ومنتخب مصر جاب جون، كانت الماتش خلص لمنتخب مصر. فده عشان الماتش موجه لمنتخب الارجنتين، فبالتالي الحكم ما رجعش للكوره دي. يعني انا مش عارف ليه سوء التنظيم وسوء المعامله وسوء التحكيم في البطوله دي بالذات. طب هل دي بطوله موجهه؟ طب هل دي بطوله هي عارفه صاحبها من قبل ما المونديال يبدا؟ انا شاكك في كده، وبقت بنسبه كبيره كده. فليه تبوظوا فرحه شعب كامله عشان تهدوا فوز لميسي؟ ليه؟ عشان هو بس الفتى المدلل للفيفا او الفتى المدلل لارجنتينو فخلاص لازم يكسب، ما ينفعش يطلع من المونديال يعني. انا بقى على الجانب الاخر احب اقول كلمتين في حق كابتن حسام حسن. الكلمتين اللي هو قالهم على فلسطين والعلم اللي انت احتفلت بيه والحاجه اللي انت خرجتها من بقك عشان على علم اسرائيل تشهد اللي انت مدرب جريء، مدرب هو فخر لمنتخب مصر، وانا فخور بيك جدا. ممكن بنسبه كبيره تبقى احنا طلعنا من المونديال عشان الكلمتين اللي انت قلتهم لمنتخب فلسطين او لفلسطين والعلم اللي انت احتفلت بيه، بس حتى لو دي والله انا فخور بيك جدا ومش زعلان اللي احنا طلعنا بسبب حاجه زي دي. دي حاجه فخر ليا قدام شعوب العالم كله. فبالنسبه لي انا مش ممكن اكون زعلان عشان برضو ما يبقاش كذب يعني. ممكن اكون زعلان اللي انا كان نفسي اكمل في البطوله وكان نفسي يعني اوصل لادوار اكتر احسن من دي بكتير. بس على الجانب الاخر لا، انا شايف ان لعيبه منتخب بلدي وكابتن او مدرب منتخب بلدي ما اثروش في المونديال، عملوا اللي عليهم. بس انت كنت بتلعب الفيفا والحكم والارجنتين انت كنت بتلعب الدنيا كلها في الماتش ده. فانا بالنسبه لي والله فخور بيكم جدا، وفخور بالكلام اللي قاله كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي، وفخور بلقطه العلم اللي انت احتفلت بيه في الاراضي الامريكيه وفي ملاعب الاراضي الامريكيه. دي حاجات انا فخور بيها جدا، انا فخور بيها جدا اللي انت في وسط امريكا وما خفتش واحتفلت بالعلم ده وقلت الكلام ده. بجد انت مدرب شخصيتك قويه جدا. وعلى الجانب الاخر خرجنا الحمد لله، عملنا بطوله كويسه جدا. احنا كشعب بقى في ثقه في المنتخب ده، ودي ما كانتش موجوده قبل المونديال. احنا كنا قايلين احنا نخش نطلع عادي جدا ولا فيها اي حاجه. فبالنسبه لي اوجه كل الشكر
للجهاز الفني واللعيبه وكل اللي كانوا موجودين في منتخب مصر، اوجه لهم كل الشكر اللي انتوا قدرتوا تفرحوا الشعب ده وعملتوا اللي عليكم. زعلانين اللي احنا خرجنا، بس فرحانين بيكم جدا اللي انتوا عملتوا اللي عليكم وموتوا نفسكم في الملعب. ومش هننسى اللي انتوا عملتوه ده. عملنا حاجه انجاز لمنتخب مصر، وصلنا الدور ال 16 في بطوله كاس العالم. بالنسبه لنا دي حاجه كويسه جدا، وكنا قريبين جدا ان احنا نوصل لدور الثمانيه، بس الحظ ما حالفناش. وكويس وكفايه اللي احنا خلينا ميسي يعيط عشان بس قدر يكسب منتخب مصر. يعني شوفوا كده الفرحه بتاعت ميسي في الجون الثاني كانت عامله ازاي. يقول لك قد ايه هو كان مضغوط بسبب اللي هو بيلعب منتخب مصر، قد ايه كان الماتش صعب عليه عشان يحتفل احتفال زي ده. فبالنسبه لي زي ما قلت لكم، كل الشكر كل الشكر كل الشكر للجهاز الفني ولعيبه منتخب مصر. عملتوا اللي عليكم وقدرتوا تفرحونا، واحنا مش زعلانين على اي حاجه انتوا عملتوها في البطوله. بجد شكرا جدا ليكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وسلام.